ايه رأيكم في الجمال بتاع النهاردة ده بقى؟ هنعمل العظمة دي، كل الكمية دي من لتر واحد من الحليب وكوباية رز. هنطلع منها كمان الصنف الجميل ابو وش محمر اللي بنجيبه من المحلات. هنعمله بكل سهولة بطريقة امهاتنا، من غير افتكاسات، من غير اي اضافات. يلا بينا كده. هاتي كوباية واحدة من الرز، اغسليها كويس جدا، انزلي عليها ب5 كوبايات من المية، مية من الحنفية عادية خالص. نولع بقى على الرز بتاعنا. الرز يا دوبك يغلي معانا، نهدي عليه النار. يعني انا حطيته على نار عالية اهو. يا دوبك الرز بيغلي هدي عليه كأنك بتسوي رز عادي خالص. هو كده غلي معانا اهو. ههدي النار لغاية ما نشوف. هو ده المطلوب، عايزاه يشرب كل المية ويستوي كده يتهري منك. هننزل بقى على الكلام ده بلتر كامل من الحليب. بس اهم حاجة يكون حليب كامل الدسم، حليب بخير وكده، تجيبيه من اللبان يكون مضمون. النهاردة ولا هنضيف له قشطة بقى ولا كريم شانتيه ولا اي حاجة. هنعمله بطريقة امهاتنا بتاعت زمان اللي بسيطة جدا، اللي معلهوش اي اضافات ولا اي تعقيد، والنتيجة بجد وهمية. انزلي بقى بالسكر، طبعا السكر حسب الرغبة. لو بتحب الحاجة مسكرة يبقى ده لتر اللبن هياخد معاكي كوباية من السكر. طبعا على حسب الرغبة، انا بحط كده لغاية ما ادوقه، ولو محتاج تاني بديله. بجيب بقى كده سلطانية، حطي فيها 3 معالق كبار من النشا الذرة. انزلي عليهم بفنجان كده من المية، مية عادية من الحنفية. طبعا لازم النشا تتدوب على البرد الاول علشان ما تكلكعش منك. اتأكدي انك دوبتيها كويس علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. ندوبها تماما. بعدين نروح بقى على الرز الجميل بتاعنا. بمجرد ما تنزلي بالنشا ايدك فيها على طول، زي ما انت شايفة انا بنزل بالنشا وبقلب على طول، ما تستنيش علشان ما تلاقيهاش عملت منك اي تكتلات ولا اي حاجة. زي ما انت شايفة بقى كده ايدي فيها. في المرحلة دي ندوق، لقيناه محتاج سكر تضيفيله سكر تاني. انا هضيف كده شوية سكر كمان، لان انا ما بحطش في الاول سكر كتير، لان احنا مش بنحب الحاجة تكون مسكرة جامد. يعني بنحبه يكون مظبوط كده وطعم اللبن باين فيه. السكر بحسه انه بيغطي على طعم الحاجات دي، فانا بحط السكر المظبوط. يا دوبك ازود له حوالي معلقة كمان كده. السكر بتاعنا سكر التموين المصري الجميل بتاعنا. لو في المرحلة دي لقيتيه خفيف معاكي جامد، برضو زودي كمان معلقة نشا على شوية مية. انا بالنسبة لي كده المرحلة دي كده زي الفل. طبعا احنا عارفين ان بمجرد ما بنسيبه بيختم شوية كمان. اخر اضافة رشة الفانيليا، ولو حابة تستغني عنها مش ضروري، لكن بتخلي الريحة في الوقت ده، الريحة كانت تحفة. تصبي بقى في سلاطين، في مجات، في كاسات، زي ما تحبي. شايفة الجمال بجد تحفة. لو حابة تستكفي على الخطوة دي، انا عملته ما شاء الله، عمل لي كمية محترمة. انا بقى بحب كده، دي اضافة كده من عندي. لو مش حباها خلاص دخليه تحت الشواية يا دوبك دقيقتين، بيطلع بقى بالجمال اللي انت شايفاه ده. رز ابو لبن ابو وش مكرمش كده بتاع زمان، ده اللي كلنا بنموت فيه، اللي كانت زمان امهاتنا بتبقى رصاهولنا كده على رف التلاجة. اتمنى تجربوه بطريقتي، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.